الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. أتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال بعد الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. غادي نحضروا مع بعض هذا الطاجين الرائع، طاجين بالخضر اللي كتبقى لكم آخر الأسبوع. أنا الخضر اللي كانت عندي متوفرة حضرت بها الطاجين بدون اللحم، بصراحة كيجي رائع ولذيذ. كانت الفكرة أنا ندير طاجين بالبطاطا فقط والبصل والطماطم، هذا هو الطاجين المفضل عندي، لكن قلت لي مالا ايضا نحط ديك الخضر اللي عندي وكل واحد ياخذ داكشي اللي كيعجبو ونحضروا واحد الاكله صحيه ولذيذه بدون اللحم. هنايا جبت واحد الاناء حطيت فيه طماطم مطحونه ولا مبشوره ولا محكوكه، انا كانت عندي مجمده، وضفت هذيك معجون الفلفل الاحمر، تقدروا تستغناو عليه. انا كان عندي وكنحب نضيفه الى كل الصراحه الوجبات عندي، كيجي رائع ولذيذ. هنا ضفت ايضا المعدنوس والقزبر والثوم، طحنته في المهراس مثل ما تشوفوا. وهنا كنجيب هذا الاناء ديال الاوان ديال التوابل، صراحه رائع وعملي. هداته لي واحد جارتي الهنديه، بصراحه كيجمع كل التوابل وكيحافظ عليهم لانه من ستيل. المهم انا درت هنايا الكركم، خرقم، الفلفل الاسود، البابريكا، و زنجبيل، سكينجبير، التوابل المعروفة في الطاجين المغربي العادية. كان نعاود نوريكم هذا الإناء، صراحة زوين، عملي جدا. دابا غادي نخففها بالماء، وطبعا غادي نضيفوا الملح على حسب الذوق، ممكن غادي نضيفوا الفلفل الحار، انا غادي نضيفوه في الاخير. وغادي نديروا الماء، نخففوه هاد المكونات بالماء، وهذه غادي تكون الصلصه اللي غادي نديروها فوق الخضر. سهله وبسيطه بصراحه لذيذه. ومثل ما قلت لكم هذاك معجون الفلفل هذاك اختياري، انا كان عندي ونظفته، ممكن تستغناو عليه. الطماطم والبابريكا كدير الواجب ديالها زعما صراحه. اذا تلقاو طريقه باش تحضروا الفلفل الاحمر او معجون الفلفل الاحمر، هو صراحه سهل، هو فقط يكون موسم الفلفل الاحمر وكنشويوه وكنطحنوه ونضيفوا له الثوم والزيت، بصراحه رائع. انا كنفضلو على معجون الطماطم. ضفت هنا زيت الزيتون كميه قليله، انا غادي نضيف من بعد في الاخير. وصافي، هذه هي الصلصه اللي غادي نسقي بها الخضر، نخليها على جنب. وغادي نمشيو نحضروا الخضر اللي غادي نديروها في هذا الطاجين. هذا الطاجين العملاق ديالي. دابا الخضر اللي عندي هنا البصل، الطماطم، كانت عندي صراحه نصف قرعه خضراء، نصف كوسه، هي غادي نستخدمها. ايضا عندي بطاطا وحتى الفلفل، مع انه انا ما كنديرش الفلفل في الطاجين، كان باقي شويه قلت خليني نديرو. وكان عندي جلبانه والبازيل في المجمد حتى هي غادي نستعملها، وكان عندي حبه من الجزر حتى هي غادي نديروها في هذا الطاجين ان شاء الله. جبت الطاجين، غادي نحط حلقات البصل، الخضر ممكن حتى هي نقطعوها حلقات الشكل اللي تحبوه، ما عرفتش على داك النهار قلت نديرها بشكل طولي. كنديروا البصل، درت شويه زيت الصراحه تحت، ومن بعد درت البصل. ممكن ديروا الخضر كلها من بعد تسقيوها بهذا المرق، او ديروا كل ما ديروا نوع من الخضر كتسقيوها بهذا المرق باش نتاكدوا انها كلشي كي يوصلها النكهه يعني ديال هذا الخضر، ديال هذه التتبيله. هو الجزر انا ما كنبغيش نغسلو ونحطو في الماء لانه كيفقد القيمه الغذائيه ديالو.
لكن للاسف في الجزر هنايا في كندا مجرد انك تبدي تقشريه كيتاكسد، اللون ديالو كيكحل. ومن بعد غادي ندير نفس العمليه لباقي الخضر. دائما كتكون الخضر اللي كتحتاج مده كبر في الطهي كنديروها لتحت، ومن بعد نبقاو نحطوا الخضر يعني على حسب درجه يعني الطهي اللي كتحتاج اكثر، يعني اكيد اكثر مده في الطهي لتحت، والفوق نحطوا الخضر اللي بسرعه كطيب. صراحه انا كيعجبني الطاجين ما كيكونش فيه اللحوم، كيكون خفيف. وبالنسبه لي دائما كنفضل تناول الخضر اكثر. ضروري من ندخلوا البروتينات للنظام الغذائي ديالنا، ولكن نشكلوا ما بين بروتينات حيوانيه ونباتيه في نفس الوقت. مهم مثل ما قلت نديروا الخضر اللي متوفره عندنا، ونحاولوا دائما نستهلكوا خضر اكثر. والطاجين بصراحه يساعد ان الخضر كتحافظ على القيمه الغذائيه ديالها، وايضا لانه كيكون بالطين فتكون طريقه الطهي صحيه اكثر. الصراحه انا الفلفل ما كنديروش بزاف في الطاجين اللي يكون ما فيهش الحوت، او لانه كيوالم اكثر الحوت انا بالنسبه لي، او السردين او السمك. او كندير انا ايضا واحد الاكله ان شاء الله نشاركها معكم، هي الاصل ديالها عراقي، سميتها التبسي الباذنجان. كتكون بالفلفل والبرانيه والطماطم، ممكن ديروها باللحم او من غير اللحم. ان شاء الله نشاركها معكم، بصراحه رائعه ولذيذه. شكون اللي بحالي كيبغي الاكلات اللي فيها البرانيه او الباذنجان كتجي رائعه ولذيذه بزاف، صراحه من الاكلات المفضله عندي. غنشاركها معكم ان شاء الله. ومن درت كان باقي لي نص فلفله، يعني الفلفل الاخضر درتو، وهذيك الحبه ديال الفلفل الحار حتى هي نضفتها. باقي حتى هذا البصل حتى هو غادي نكملوه ونديروه من الفوق. ممكن ديروا حتى الطماطم الا بغيتو، وممكن ترشوا المعدنوس والقزبر من بعد فوق منه. انا ما بقاليش، المهم قضيت بشي اللي كاين. وبصراحه كان واحد الطاجين رائع ولذيذ. ومثل ما شفتوا درت واحد الخبز تاع الدار، خبز ديال المطلوع. ضروري الطاجين المغربي ضروري يكون معاه خبز مغربي، ومن الاحسن يكون المطلوع، حنا كنسميوه المطلوع. بصراحه كان واحد الاكله خفيفه ظريفه ولذيذه. ضفت شويه ديال الماء وزدته فوق الخضر ورشيته بقليل من زيت الزيتون. ممكن تخليو زيت الزيتون حتى للتالي حتى يطيب. انا درت دابا وحتى من بعد خليته في الاول على النار شويه عاليه، من بعد نقصت النار وخليته على نار هادئه. ومره كنت نحل عليه وكنسقيه بالمرق، وصراحه جا رائع وزوين. وانا كيعجبني النهار اللي كنطيب فيه الطاجين المغربي. ممكن ديروا الزيتون. انا هنا مثل ما كتشوفوا الطاجين كنبغي نغطيه بورق الزبده باش يحافظ على باش البخار يبقى لداخل. وهو انا كنخلي شويه فيه المرق، لانه ملي كنطفي عليه بسرعه كيتشرب. هاد الطاجين اللي عندي ما كانش عندي الزيتون كامل، يعني صحيح حب، كان عندي الزيتون ديال البيتزا حتى هو زينت به. المهم صراحه كانت اكله مثل ما تقول الوالده خلوطه جلوطه، ولكن بنينه وصحيه، واستعملنا داكشي اللي عندنا في الثلاجه. نتمنى يعجبكم طبق اليوم، طاجين اليوم. ما تنساوش ديروا لي اللايك. الى اللقاء.